بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة في كل مكان، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات إلى الحلقة رقم 33 في برنامج مع اللغة العربية. عنوان الحلقة اليوم هو القومية في إريتريا، لزوم ما لا يلزم. وإن شاء الله الحلقة هذه فيها جزئين، جزء معد ومكتوب، وجزء فيه تعليق مما يرد من أفكار فيما أعددته إن شاء الله. في البدء يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. يقول المفسرون: يا أيها الناس إنا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواء، فلا تفاضل بينكم في النسب، وجعلناكم بالتناسل شعوبا وقبائل متعددة ليعرف بعضكم بعضا، وإن أكرمكم عند الله أشدكم اتقاء له إن الله بالمتقين خبير بهم. أكتفي بهذا التفسير الذي فسره المفسرون، وأنا تعمدت أن أدلف إلى هذه الآية الكريمة لأنني أتحدث عن شيء له علاقة بمفهوم القبائل والشعوب. قبل أن أقرأ لكم ما أعددته لهذه الحلقة، وهو مفهوم القومية في إريتريا ولزوم ما لا يلزم، وما دفعني للحديث في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، لأن مفهوم القومية والقبيلة كان له انعكاس على التعامل باللغة أو فرض لغة معينة، وكان خصما على لغات أخرى. ولذلك ارتأيت أن أقدم هذا الموضوع في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج تحديدا، دون الوسائل الأخرى التي أعمل بها إذاعة وتلفزيون، لأن المسألة هي من صميم هذا البرنامج. معروف عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، عشان نعمل مدخل عام أو مفاهيم يعني هي سائدة الآن، أو طرق التعامل وسياسة التعامل بالنسبة للغات في إريتريا، مرتكزة على ما يمكن تسميته اليوم يعني المجموعة الحاكمة في إريتريا قسمت المجتمع الإريتري إلى قوميات، وهذه طبعا فلسفة أو تقليعة تنظيمية لتنظيم معين بعينه، هو تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، ثم الحكومة الإريترية المؤقتة، ثم الحزب الذي يعمل ومسيطر على كل شيء، الهجدف أو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. تعمل بمفهوم قسمت هذا المجتمع الإريتري الذي ننتمي إليه أنا وأنت وأنت عزيزي المشاهد والمشاهدون الكرام، قسمتنا إلى قوميات. طيب، هل هذه التسمية وهذا المصطلح لماذا جاء؟ وهل هو كان سائد زمان في المجتمع الإريتري؟ وفق ما أجريته من بحث هنا وهناك واستطلاع ومتابعة، أن مفهوم القومية هو مفهوم حديث في المجتمع الإريتري، ونستطيع أن نقول بدأ في منتصف السبعينيات أو في بداية تأسيس ما نسميه الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. قبل ذلك ماذا كان؟ كان قبائل، يعني الناس كانت تقول إنه تسمي الإنسان إلى قبيلة معينة،
حتى مفهوم القومية ما كان مش ما كان سائد، ما كان معروف أصلا. فتقول فلان ينتمي إلى القبيلة الفلانية، يعني على سبيل المثال مثلا تقول قبيلة الساهو، أو في الأصل كانت قبيلة الأساورت، وحتى قبيلة الساهو حديث مع نفس المجموعة. وتقول قبيلة الكنامة، والتسمية بتاعت النارة برضو هي تسمية هذه المجموعة. وتقول قومية قبيلة البازين اللي هم الكنامة. وكنا والمجتمع الإريتري كان يقول يعني كان في الماضي قبيلة الكنامة تم تغييره إلى قومية قبيلة البازين تم تغييره إلى قومية الكنامة. زمانك المجتمع الإريتري كان يقول قبيلة البارية تم تغييره إلى قومية النارة. وإلى عهد بعيد أيضا كانوا يقولون قبيلة الهدندوة تم تحويله إلى قومية الحدارة، وهكذا دواليك. فتقول زمانك تقول في قبيلة التجري، حتى تمشي من القبيلة تقول القبيلة بني عامر حباب وهكذا يعني. وتقول قبيلة الماريا مثلا. ثم تأتي ده في مناطق المنخفضات مثلا. فماذا عن المرتفعات؟ المرتفعات كما هو معروف بتقول ينتمون إلى الجغرافيا. بتقول مثلا حماسيناوي، أكولوكزاوي، من سراوتاي يعني. فكان المناطق في المرتفعات ينتمون إلى الجغرافيا. معروف تقول هذا حماسين من حماسين، وده من أكولوكزاوي، وده من سراي. بالنسبة لأهلنا في سمهر تقول برضو ينتموا إلى مصوعي، تقول مثلا. بعدين في المصوعي تخش في القبائل. وتقريبا بالنسبة لأهلنا في البحر الأحمر هناك في المصوع، الناس ينتمون إلى البيوت الكبيرة. بتقول عدنايب وهكذا يعني، مثلا الأسر المعروفة المشهور يعني. فأنا دائما كنت أقول إنه بقراءة الهيمنة والسيطرة الموجودة الآن بلغة واحدة مثلا في إريتريا، أو تعدد اللغات كيف تم التعامل معها، في مراجعات وقراءة شوية عميقة للفكرة، أنه قلت ليش مثلا المجموعة الحاكمة اختارت مفهوم القومية؟ ليه ما سرت بنفس التسمية اللي كانت موجودة للقبائل؟ واحدين ممكن يقولوا بحسن نية لأنه المسألة كانت فيها وأدبيات الجبهة، جبهة التحرير الإريترية، وكثير من استفسرت عنهم، لأنه في أدبيات الجبهة، جبهة التحرير، يعني احنا كنا صغار ساعتها. ولأنه بفعل فاعل الجبهة من سنة 81 خرجت خارج المسرح السياسي يعني. واستفسرت واستوضحت، فكثير من الناس اللي يسبقون في العمر وفي التجربة مع جبهة التحرير فقالوا لي، أكدوا لي أنه في كل أدبيات الجبهة، وحتى في الاجتماعات والتعامل وفي صيروة الحياة للجبهة كانت القبيلة، مفهوم القبيلة هو الذي كان سائدا وليس القومية. طيب، وفي نفس الوقت أنا كل هذا الحديث عن القبيلة والقومية أنا بخطه تحت قوله تعالى، زي ما قريتنا الآية: يا أيها الناس، زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الأفضلية والتكرم هو بالتقوى، لكن نحن نناقش هذه المسألة في المصطلحات وأبعاد هذه المصطلحات في التعامل وفي العمل السياسي والعمل الإداري اليومي. طيب، ولذلك في إطار المراجعات اللي بنعملها، لماذا تم اختيار القومية دون التعامل بالقبيلة؟ وكما سنرى التاريخ سيحدثنا إنه كيف كانت القبيلة معمول بها. اليوم عزيزي المشاهد، شئنا أم أبينا، فإن
اللغة السائدة واللغة المعمول بها إداريا وتجاريا وفي كل مفاصل الدولة هي لغة التجرينيا. وهذا ما فيه أي مبالغة لرجل أو امرأة أو إنسان متابع صيرورة الحياة وكيف تدار ويدار دولاب الدولة. هذه ليس فيها أي مبالغة، ومن يحاول أن يؤكد غير ذلك هو ما يعرف. وبفضل الله سبحانه وتعالى نحن كان لنا تجربة في الداخل، تجربة ممارسة ليس لمدة شهر أو شهرين، سنة سنتين، فترة طويلة ممتدة تقارب 17 عاما، وفي مفاصل الدولة سواء كان إعلاميا أو برلمانيا أو ثقافيا أو سياسيا أو شعبيا، في كل مفاصل العمل الحكومي. اليوم لغة، ما قاعد نتكلم عن لغة الشارع يتكلم بشنو أحاسيس الناس وكده بتاع، نحن نتحدث عن اللغة السائدة، اللغة المعمول بها، اللغة المعتمدة، اللغة الرسمية. طبعا في أشياء شكلية موجودة في البطاقة وفي الجواز، والحكومة الإريترية المؤقتة موجودة بالعربي، وفي يافطة كده وزارة الإيه مكتوبة كده بتاع. لكن الناحية العملية الآن أنت لا تستطيع في إريتريا أن تتقدم بأي أبليكيشن، عرض حال، طلب، بغير لغة التجرينيا. ما تعرف التجرينيا حتمشي لزول تقول له من فضلك اكتب لي، حتى لو كنت تحمل درجة علمية الدكتوراه وما فوقها يعني. يبقى أي معاملة في إريتريا اليوم من المطار، حتى بالنسبة للزول اللي يجي برا، صحيح الفورم موجود بالعربي والتجرينيا والإنجليزي، حتى والله اللغة الإنجليزية ما حبابة يعني مثلا. فلا بد، لأن أنا الزول القاعد ده اللي بيتعامل معاك يقول لك اكتب لي بالتجرينيا عشان، فانت يا بالله من فضلك كده اكتب لي وكده. في البنك انا والله اتمنى ان واحد يجينا يقول لنا، يورينا دفتر بتاعت بنك تستطيع ان تكتب فيه بغير التجرينيا. لا يمكن. البنك كله مكتوب، دار تدخل كم، دار تسحب كم، اي معامله في المستشفى، في محلات السفر، في البنك، في المدارس، أي محل اليوم ما تتعامل بالتجرينيا، ما تعرف تكتبها، ما تعرف تتكلمها، مسألة ما تقدر تؤكد غير ذلك. لا بد أن تتعامل بالتجرينيا. طبعا المسألة استمرت 30 سنة، وقبل 30 سنة من الحكم. يعني اليوم يعني تستطيع أن تقول التجرينيا هيمنت وسيطرت وانتشرت، بمعنى تم تقرنة المجتمع الإريتري. أنا شخصيا لست ضد التجرينيا، أتحدثها وأتكلم بها وأترجمها وأعمل أي حاجة، وده كان واحد من إيجابيات هذه الهيمنة التي يعني الحمد لله دخلنا في معمعتها وطلعنا منها بنتيجة. أنا ما بتكلم عن المستوى الشخصي، أنا بتكلم بمفهوم عام. لماذا أو كيف سيطرت التجرينيا داخل المجتمع الإريتري وتراجعت لغات كثيرة ومنها اللغة العربية، ويعنينا في هذا البرنامج. فأنا أرجع إلى هذا المفهوم، مفهوم القومية الذي دخل في حالة من حالات الثورة، وتم ترسيخه وتم العمل به من التدريب العسكري إلى التثقيف السياسي إلى كل شيء، ويتجرع الإنسان وهكذا وهكذا لحد ما أصبح المجتمع اليوم، المجتمع الرسمي، مجتمع تجرينيا. يعني هذه اللغة مسيطرة، إن لم تتحدث بها وتعرفها وتتعامل بها وهكذا لم يكن لك أبدا موضع قدم في العمل نهائي. وأنا المسألة دي والله حقيقة يعني لفتت انتباهي من أول دخلتنا لإريتريا 91 شهر 11 مع القافلة الطلابية. وأنا إن شاء الله يوم كده حتحدث عن
القافلة الطلابية الأولى اللي هم كانوا من طلبة الجامعات والمعاهد السودانية، قافلة إريترية مكونة من أكثر من 50 واحد تقريبا فيما أذكر. فنحن داخلين الكلام ده شهر 11 91، ولا زالت رائحة البارود والحروب والدفاعات وهكذا قدامنا موجودة. شاهدنا رؤوس مقطوعة وأيادي مبتورة وجثث يعني لجيش العدو، طبعا الجيش الإثيوبي. وهنا أنا لا أملك إلا أن أحيي الجيش الشعبي الذي حرر البلاد. سيبك من المفاهيم والمصطلحات وكذا، لكن الجيش الشعبي أبلى بلاء حسن، وهو امتداد لجيش التحرير وابتداء للحركة وهكذا. المهم ونحن داخلين على المناطق، يعني دخلنا الحدود، دخلنا إريتريا، ونفسنا أنه الرحلة طويلة. قافلة متحركة من الخرطوم ومتجهة إلى أسمرة، بداية الخرطوم ونهاية أسمرة. طبعا الرحلة كانت طويلة. في اليوم الثالث تقريبا دخلنا أسمرة، أو فتحنا أسمرة خلينا نقولها. وفي الطريق يعني خور كده وقفنا، كده وقف الأتوبيس، فلا بد إنه أعتقد في مناطق القاش يعني، فشفنا الجنود يعني الجيش الشعبي وكده بتاع. وأنا والله أحكي المشهد كما شاهدت يعني. فنحن طبعا القافلة كلها يعني في جزء مولود في السودان، وفي جزء دخل السودان وهو صغير زينا كده مثلا، وجزء حتى أنا أعتقد أنه ما كان عندنا ناس طلعوا من إريتريا في القافلة وهم كبار يفهموا إريتريا فهم عميق وكده. بالكاد تلاقي ناس ممكن تتكلم شوية تجري، إنما التجرينيا يمكن في القافلة اللي قلتها يعني كنا نفرين كده احتمال نحاول نتكلم يعني. وأنا أحيي أخوي عبد الحكيم أحدقه من أبناء مدينة بغداد، هو من قبيلة الجبرتة، فيمكن أنا وهو شوية اللي كنا نحاول نتكلم يعني. فوقفنا في الخور، وقفنا زي ما قلت، فشفنا جنود وجندي مشلخ يعني خلاص انه قلنا هذا حيتكلم معانا التجري. فبدينا نتكلم معاه بالتجري، والله يرد علينا بالتجرينيا، يقول له أسمر باقي لنا كم يعني، يرد علينا بالتجرينيا. فتاني سألناه يرد علينا بالتجرينيا. فأنا أتذكر قلت له يا أخي أنت ما بتعرف تقرأ ولا كيف يعني ما تتكلم بالتجري يعني؟ قال أعرف، قال لكن خلاص يعني بتاع. فأنا يعني المسألة دي لفتت انتباهي من الوقت ذاك. المهم دخلنا أسمرة، يعني أنا بوريك إنه عزيز المشاهد إنه المسألة كانت مدروسة ولأهداف يعني أثمرت هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، وهي التي دفعتنا أن نخصص برنامج اسمه مع اللغة العربية. والله هذا البرنامج لم يأتي بالفراغ، وأنا أعرف حجم التحدي الذي أمامنا وكذلك الأهداف، وهي ليست يعني أهداف عادية مع كل البرامج التي أعمل بها. لكن هذا البرنامج وكتار يقولوا لي ده من أخطر البرامج يعني. فأقول والحمد لله نحن عارفين ليش قاعد نعمل كده يعني. ولذلك من الوقت ذاك ودخلنا طبعا، وبعدين دخلنا في تحدي هذه اللغة، لغة التجرينيا يعني. صارعنا هنا وهناك وكده بتاع إلى أن وصلنا المحطة التي وصلنا بها. أنا ما بتكلم عن المستوى الشخصي، لكن كيف جاءت هذه الفكرة وكيف تم ترسيخها. أنا أرجع إلى إلغاء مفهوم القبيلة وإدخال مفهوم القومية. عشان كده عملت العنوان القومية في إريتريا لزوم ما لا يلزم. فالآن ححاول أقرأ ما كتبته، وكل ما جات فكرة حأشرحها أكثر. بقول نتيجة لما ترسخ من سياسة غير راشدة لأكثر من 6 عقود متتالية غير متوالية. هذه 6 عقود كانت متتالية لكن ما كان فيها توالي،
وقفة هنا وانعكاس هناك وانعطاف هناك ودماء وحرب ومشاكسات وهكذا. هذه 6 عقود لم تكن متوالية، لكن كانت متتالية، يعني باعتبار الحياة تمشي. وما تبعها من تجيش الناس وتهجينهم تحت عباءة الثورة والنضال. وطبعا المسألة يعني نحن لا نحمل الجهة التي تبنت فكرة أو مفهوم القومية بدلا عن القبيلة، هي تتحمل جزء منه، ولكنها جاءت في عباءة الثورة والنضال وعواصف الفترة دي الهوجاء وعواطف الجياشة. يعني لأن الثورة هي فعل الممكن. يعني شنو أنت بمفهوم الثورة؟ تهدم لك كوبري، يعني كوبري وحيد في المنطقة عشان أنك أنت تستهدف وداير تفوت رسالة إلى الجيش الاحتلالي أو الحكومة الاحتلالية، فتقوم تهد الكوبري عن بكرة أبيه. ده معناه فعل الثورة فعل الممكن، وهذا الممكن قد يكون هو خاطئ. تحت هذا الظرف جيء بهذا المصطلح، فقيل لنا أن في إريتريا 9 قوميات، فصدقناها نحن الشعب دون تمحيص فيما وراء التسمية. ثم عقدنا نحن الشعب شبه توافقات عاطفية أو توافقات عاطفية، كون الشيء متوقف على شيء يعني. وسلمنا كده عاطفيا بأن نغلق كل منافذ تساؤلاتنا المنطقية في قضية الألسن في إريتريا، اللسان، قبل وبعد تسييسها بصورة يعني أنا أصفها طوباوية يعني. ومشينا عليها 9 قوميات 9 قوميات 9 قوميات، وما لم نقف يوم من الأيام أن نقول كيف القوميات وليه ما قبيلة يعني. وإن الفئة التي شذت في غلوها ممارسة وتخطيطا لتنفيذ مقولة ليس لها أبا شرعيا، أي 9 قوميات، هذه التسمية ليس لها أب شرعي، غير أنها جاءت في قطار الثورة وتبنتها جهة عن قصد وعمد، جهة تنظيمية معينة. تلك التسمية يعني نالت شهرة، ومع الشهرة صلف وعناد كمان، يعني إصرار على هذه التسمية. ليس هذا فحسب عزيز المشاهد، بل استطاعت تفريخ فروع لمفاهيمها وبطون وأفخاذ لتسميتها هذه اللي هي القومية. وغدا هذا الصنف والتصنيف قناعة شبه جماعية دون أدنى تمحيص لأهداف ومرام التسمية، القومية وليست القبيلة، رغم أنها قامت على نقيض ما كان متعارفا عليه قناعة وممارسة. عادي جدا واحد يقول لك أنا من قبيلة فلان، لأنه مفهوم القومية هو مفهوم هلامي كده يعني كما سنرى يعني. لكن أنت لما تقول أنا من قبيلة فلان أنت تعتز، يعني أنت تنتمي إلى قبيلة معينة. وأبلغ دليل واقعي على ذلك كان عزيز المشاهد التمثيل القبلي الذي اعتمده برلمان 1952. طبعا هذا البرلمان المفترى عليه حقيقة، مفترى عليه في شكل تكوينه، مفترى عليه في علمه، مفترى عليه في التمثيل النيابي اللي كان موجود فيه، مفترى عليه من كل شيء ولأهداف معينة. وفي ناس ما عندهم أهداف معينة لكن يركبوا الموجة ساكت. كأن يقول لك واحد مثلا يا أخي العلم اللي قاعد تقولوا العلم الإريتري ده علم اختارته الأمم المتحدة، وكلام ده باطل ليس له أي دليل، بل بالعكس يتنافى مع الحقائق التي يعرفها البرلمانيون الذين كانوا هناك ويعرفها من تحدث مع البرلماني. هي المشكلة شنو عزيزي المشاهد؟ أن أولئك البرلمانيون لم يكتبوا، لم يوثقوا. وأنا في واحد دائما يقول لي التجربة البرلمانية
المحدودة التي عشتها بعلاتها في الإقليم الأوسط والموجود، فيقول لي لماذا لا تكتب عن تلك الفترة وهكذا. وكان واحد صديقنا برضو يعني كلفني إنه أكتب ورقة يعني بيبر في المسألة هذه، وتحمست لأنه طالما في مؤتمر كده وورقة كده أقدم الممارسة البرلمانية في إريتريا تجربتي نموذجا على علاته. أنا لا أبرئ الفترة البرلمانية للإقليم الأوسط الذي أنا عضو فيه، والبرلمان حتى اليوم موجود، ما أبرئ من علات، لكن كتجربة برلمانية برضو أنا أعتز بها. فعملت ورقة، والورقة دي موجودة وحتى اليوم برضو الحمد لله لم أنشرها، وبحثت في الممارسة البرلمانية في إريتريا على قلتها تجربتي نموذج. فأنا أشكر أخونا الذي يعني همس لي في يوم من الأيام أن أعمل حاجة، وهي الورقة كانت في لمؤتمر عام كده، والمؤتمر لم ينفذ لأسباب لا أعلمها، لكن أنا خرجت من تلك الفكرة لمؤتمر كده بالورقة، وهي موجودة، وإن شاء الله يوم كده ربما نتحدث عنها. ومن هنا أعلم تماما أن برلمان 52 مفترى عليه في كل شيء يعني. عزيزي المشاهد، ما رأيك أن نتوقف للحظات فاصل، وأعود إليكم بعد قليل أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأقول مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة وهي رقم 33، وعنوان الحلقة القومية في إريتريا لزوم ما لا يلزم. كنت أتحدث عن البرلمان المفترى عليه، برلمان 52. فهل تساءل أحد منا عن منطلقات ذلك التمثيل؟ التمثيل في البرلمان بتاع 52 كان تمثيلا قبليا وليس تمثيلا قوميا. ذلك التمثيل القبلي هل جاء عن فراغ إثني؟ أنا أتساءل، أم جاء عن هوى قبلي محض؟ أم نفذ لغباء مجتمعي؟ على الرغم من هذه التساؤلات، قناعتي الشخصية أؤمن تماما أن أولئك النفر إن لم يكونوا أكثرنا نضجا بالمشروع الوطني قطعا لم يكونوا أكثر منا غباء، بل مما التزم به الأبناء والأحفاد من بعدهم كلزوم ما لا يلزم. هذه الأسطوانة اللي ما بنعرف أهدافها، ويعني تم الاندياح عليها وبها كلزوم ما لا يلزم. وحنشوف عزيزي المشاهد مقارنة بما يتصارع على أجندته السلف ومن سيأتون من رحمهم من الأحفاد. يعني في وحدين اليوم إذا قلت لهم قبيلة وكده بتاع، يعني بيستغربوا ذاته، مش برضو قد يعلنوا عليك خصومة يعني. ورغما عن هذا أيها المشاهد الكريم، ونظرا لما تثبت من تسميات جديدة على أنقاض التسمية القديمة القبيلة في عقول السلف صلفا كان أو مداهنة، فإن أي محاولة لإعادة النظر فيما وراء التسمية الجديدة القومية، يعني بدلا عن القبيلة أولا، ومن ثم الوقوف على أهدافها ومراميها المناهضة المناقضة للأعراف، إن مجرد التفكير في إطلاق تساؤلات منطقية بشأن ذلك ما في شك تتربصك الأعين وكل الألسن، كما لو أن المتسائل تقول ليه قومية؟ ليه ما قبيلة؟ يعني يظن بك كما لو أنك اقتربت من حقول ألغام مفققة ربما تنسف المعبد على رؤوس عباده. يعني حاجة غريبة شوية.
ولذلك الناس يصمتون. والذين كتبوا في هذا المضمار عزيز المشاهد والمشاهدة الكريمة متجاوزين أفق أحكام لم تناقش على بساط التفاكر. أنا ما أقول أول واحد قاعد يتساءل، كتار تساءلوا، بس هم ما كتار، عفوا، هم قلة قليلة. أولئك النفر الذين لم يجدوا حظهم الوافر من النشر، لكنهم أعملوا مراجعات في شعارات متصلبة منها هذه القومية، أولئك النفر الكريم القليل المتفكرون يعرفون سوء ما قذفتهم أقلام مأجورة، ولؤم ما صوب إلى نحور أفكارهم من حمم صدئة استهدفت رؤاها المتأملة بحثا عن أسباب التوهان الوطني هذا. أنا أرجع هذا التوهان الوطني الموجود وهذا الاصطراع قد يأخذ أشكال مختلفة وكذا بتاع، لكن في جوهره هو شيء ثقافي لغوي صرف، ليس إلا. فكانت تلك الآراء من أولئك المنسربين مع الشعارات والمسميات الجديدة دون تمحيص وهكذا، وجهوا لهم سهاما ونبالا وسنانا قد يفوق حجم مخزون ذلك تلك المواجهة ما صوب إلى صدور المحتلين القدامى منهم والجدد. حقيقة يعني هم نفر قليل بحثوا، لكن وجهوا بحملات عدائية، بل وصلت إلى تنظيم حملات لتصفيات واغتيال شخصياتهم الفكرية والعلمية. هم نفر قليل جدا قد لا يعد بالأصابع. عزيزي المشاهد، في سنوات ما قبل الثورة تحديدا ظلت التسمية السائدة للتكوين الإثني في إريتريا القبيلة، تماهيا مع حقائق إثنية لسانية سالفة الإشارة العابرة. أنا ما دار أخش في العمق كثير، وظلت منقولة كما هي وبتصالح منطقي كامل الدسم، سواء في أدبيات جبهة التحرير الإريترية أو في ألسنة البشر الإريتري الذين كانوا يتحركون هنا وهناك. لكن لأن فعل الثورة الهادر بوصفه حركة فوضوية لا ضابط لها، فعلا الثورة هي حركة فوضوية كثير. يعني تلك يعني الثورة في قيمها الوطنية والنضالية هذا في محله، لكنها تحمل فوضى في الحركة يعني. وإلا يعني لماذا تأخرت الحرية مثلا؟ لأنه كان في حركة الثورة في شيء من الفوضى الغير منضبط، وقد تكون فرضتها ظروف معينة يعني. لكن كانت تحمل جواها فوضى، والذين عاشوا في لهيب الثورة كانوا يعيشون فوضى، ما فوضى خلاقة يعني، بمعنى مثلا لأنه يعني ما هي عسكرية، ومع عسكرية ثورة، وأنت تلتزم بالأمر الذي يصدره المسؤول عنك، وكأنه يعني حتى لا تكون مقتنع بالمسألة، ولكنك تدخل تنفذ، وقد تدخل حرب وتفجر شيء وتعمل هكذا وبتاع. هذا لا، حتى لا يظنن من في قلبه مرض أننا نعيب على الثورة وطنيتها. وطبعا الناس هكذا يأخذون الكلام، يحرفون الكلمة عن مواضعه كما ذكر في القرآن الكريم. الثورة وقيمها في محل، لكن كانت تحمل جواها فوضى، وكثير من الأبرياء والأطهار والشيوخ من المسلمين والمسيحيين تحت تهم فوضوية تم تصفيتهم داخل الثورة. كتاب الثورة هو كتاب أبيض وأسود يعني، يمكن الناس ما قاعد يفتحوا، لأنه لا زلنا نعاني من تبعات مرحلة الثورة، مع كل احترامنا وتقديرنا للتضحيات والشهداء، ونجل ونقدر الذين أوصلونا إلى محطة 91 24 مايو. فكل من يملك زمام البسطة والهيمنة بوجه حق كان أو ما شابه ذلك في الحركة الثورية استطاع نشر مفاهيم اختارها بحذاقة خافية على السواد الأعظم من جيش الثورة الهادر، وكل فئة حاولت الزوق عنها عن مفاهيمه، فإن تصنيفها معد
يعني أنت لو قلت يا جماعة ليه مثلا، ليش قاعد نحارب إثيوبيا مثلا بالسلاح؟ ما نحاربها بالحوار كما كما يطرح الآن مثلا يعني. وحتى في واحدين شافوا في حركة تحرير إريتريا كانت حركة غير منطقية، وعلى عكس ما يراه أهل الحركة أنه جبهة التحرير ودخول على الكفاح المسلح كان خصما على تاريخ الحركة ومستقبلها، وكان ممكن نصل إلى ما يمكن أن نصل. هذه التساؤلات وغيرها في قطار الثورة، وأنت راكب على القطار لو بديت تتساءل، أقل ما توصف به أنك رجل أو امرأة رجعية أو خائن أو طابور خامس أو فالول وغير ذلك من عناوين زمان ومكان الثورة قولا وممارسة. بهذا المنطق غير المؤتمن وطنيا بمعنى، وغير المناقش والمتفاكر حوله، جاء إصرار فصيل بعينه الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على تبديل مسمى القبيلة إلى قومية. ولأن العقيقة السماية تلك ناهز عمرها 5 عقود وأكثر، فليس غريبا أن تترسخ في بطون العامة على علاتها، بالتالي يتم التعامل معها بعفوية غير متعافية. وسواء قبل الشعب تلك التسمية المقصودة عن عمد وإصرار في ظني أم رفض، فإن حصاد ذلك التيار المسمياتي قد أوصل الشعب عنوة إلى مسلمات لا قناعات، بعضها يكتنفه حسن النوايا، وبعضها يتجاوز السلوك غير المسؤول. أو بمعنى أدق، فإن التيار الثوري الأحادي لم يمكن الشعب كله من الوصول إلى اتفاق مفاهيم جامع بشأن مصطلحات لو أعملنا فيها مراجعات عقلانية من هذه التسمية للقومية ولا بدلا عن القبيلة، كانت ستغنينا. لو أرجعنا عملنا مراجعات، كانت ستغنينا عن إطلاق حزم تساؤلات كهذه، بل كل تلك البحور من الدماء والفداء الممهور. أليس عيبا عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة أن نأتي اليوم بعد كل تلك التضحيات من البحور والدماء لنتساءل من نحن وماذا نريد كشعب وأمة؟ ومن يرى غير ذلك، ومن يقول هذه استفهامات وتساؤلات غير منطقية، يا هذا عما تتساءل كيف تقول من نحن وكيف تقول ماذا نريد كشعب وأمة؟ والله في وحدين يستغربوا من هذه التساؤلات. لماذا؟ لأنهم دمغوا وساروا على مناهج وأفكار ومسميات، حتى ما عندهم الزمن وما عندهم الشجاعة يقعدوا ويقولوا من نحن وماذا نريد. أنا أتمنى أن يأتي كل السياسيين وكل الخلق والمفكرين الحكام والمعارضين وكده بتاع يقولوا لنا يا راجل أنت بتقول شنو يعني من نحن عارفين وماذا نريد. لما تقول من نحن دي دخل فيها كل الأبعاد الثقافية والسياسية والشرعية والعقدية واللغوية. نحن نتحدث عن نحن وليس عن واحد يعني. وإذا كان نحن نتحدث عن هذا المكون القبلي الذي تم تسميته بالقومية. ماذا نريد؟ هذه تساؤلات لم يجب عليها الشعب الإريتري حتى تاريخه. وأتمنى يعني، وإلا ما كنا في هذا التوهان السياسي. نستطيع أن نقول إنه نصف الشعب الإريتري اليوم خارج مقر موطن رؤوس مواطن، نصف الشعب. ده في رؤية منطقية إن لم يكن أكثر. ومن يقول لنا لا، الشعب الإريتري كله موجود وكل شيء تمام والجنة قادمة وأجمل الأيام القادمة، وكل هذه الأسطوانات التي يروج لها هؤلاء. وهذه بالمناسبة الحملات الكثيرة اليوم الموجودة، والإصلاح قادم والمستقبل جميل والتصدي وما بعرف شنو وسيادة حماية السيادة، كل هذه اللي خلتنا نحن نعمل مراجعات. يعني من يقول لك
نحن أجبنا من نحن وماذا نريد، أنا بشوف إنه هو لسه يعني على الأقل في المحطة 91 واقف هناك لسه، يعني ما عرف بعد إفرازات 91، أو هو لسه برضه واقف في المحطة بتاعت السبعينات ديك يعني. خلاص. وإلا يعني من نحن ماذا نريد، دي أسئلة جوهرية حقيقية، يعني نتمنى أنه نستطيع أن نجيب عليها في يوم من الأيام. قد لا ينعدم كما أقول من يستغرب أو يستهجن إطلاق مثل هكذا تساؤلات. الآن كأني أرى أعناقا تشرئب برأسها على ساحل هذا البحر الوطني المطلخم المضطرب مضطرب الأمواج. من هذا وماذا يقول؟ هذه التساؤلات التي نطلقها. لكن والله وبصدق إذا أمعنا النظر بعمق وتجرد لمعرفة أسباب هذا التيه الوطني الذي مدخله نحن الآن نتحدث عنه من زاوية اللغة، الحقوق اللغوية في إريتريا اللي رجعتنا إلى الحقوق القبلية وليس الحقوق القومية، لأنه مفهوم القومية يحمل بعد غير وطني، يحمل بعد تتصارع فيه الأمم كما سنرى. فإن إطلاق مثل هذه التساؤلات كظواهر صحية مجتمعية، أنا كنت أتمنى لو أطلقناها زمان قبل 60-50 سنة، لكن واحدين يقول لنا يا راجل أنت بتحلم، أنت كنت وين؟ قد لا العدم من يقول لنا كنت وين يا راجل، والناس بين الحياة والموت. هذه مهمتنا الآن، نعمل مراجعة، وليس بالضرورة أن يكون قدرنا هناك، ولو كنا في ذلك الزمن في ظروفهم كنا هناك يعني. لكن واحد يكون هناك والثاني يكون يعمل مراجعات، هكذا هي الحياة. فإن إطلاق مثل هذه التساؤلات كظواهر صحية مجتمعية قد يقودنا إلى وضع تساؤلات أخرى بطريقة منطقية موضوعية بلا شك تمكن الأجيال القادمة في نهاية المطاف من الإمساك على إجابات صحيحة لكل تساؤلات المستقبلية، تساؤلات أولئك الأحفاد القادمين، ومن ثم الوصول بقطار الوطن إلى بر الأمان الدائم. عزيزي وعزيزتي، وتأكيدا على أن القبيلة في إريتريا كانت ضحية مفاهيم ثورية غير سوية، تم حشر مفهوم القومية في شرايينها حشرا عن عمد وقصد دون أخذ رأي من يعنيهم الأمر الشعب، استغلالا فقط لكل الظروف الموضوعية الثورية. بالتالي لم يكن أمام الشعب الثائر إلا تلقف المصطلح وجدانيا في نشوة ثورية نضالية فقط لا غير، سيما إذا ما علمنا أن مفهوم القومية في أصله، وهذا هو المحك ومربط الفرس كما يقال، هو مفهوم سياسي بحت. مفهوم القومية هو مفهوم سياسي بحت، وإن كان يحمل في جوفه مضامين مجتمعية هلامية، بحيث يفضل معه صاحبه ما يتعلق بأمته وليس بقبيلته ومجتمعه الصغير على ما سواه مما يتعلق بغيرها، وهنا تكمن خطورة المسمى بالقومية. لأن القومية، وأنا بستصحب معي هذه الشعارات المرفوعة، قومية تجراي تجريني وتجراي الكبرى ودولة تجراي العظمى، وكل هذا جاي لأنه القومية بتفتح هذا المفهوم السياسي. وأنا لا أبرئ ساحة من أدخلوا هذا المصطلح، لم يأتي هذا المصطلح عفويا هكذا. أنا أصلا يعني لا يمكن أن ينتابني هذا الإحساس، بالعكس تساؤلات من زمانك موجودة وتبلورت أكثر بفعل المتابعة ولأنه نحن برضو اكتوينا بهذه المسألة. سؤال قد يتبادر للتو إلى المشاهد والمشاهدة الكريمة: هل كان المجتمع الإريتري آنذاك على وعي سياسي كافي يمكنه من تفكيك المفهوم سياسيا وثقافيا واجتماعيا، ومن ثم إمكانية التصدي لأجندته المستقبلية الخافية، وإدراك سياسة التغول على مفهوم وخصوصية المفهوم القبلي الذي ظل راسخا في المعاملات اليومية
دون إحساس بشيء من الدونية أو التعالي، أو على النقيض الدفاع عنه بموضوعية إذا ما طرحت تساؤلات من هذه الشاكلة. هل كان المجتمع مستقر سياسيا وفاهم وعنده الأبعاد المفاهيمية الكثيرة للسياسة والثورة وما إلى ذلك؟ قد يتساءل. لو سلمنا جدلا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن الشعب لم يكن بمقدوره آنذاك إطلاق مثل هكذا تساؤلات، سلمنا جدلا أنه في مرحلة الثورة ما كان في طريقة، لكن بذات القدر أتساءل: ما الذي منع هذا الشعب من تفكيك مفخخات مصطلحات مرحلة الثورة؟ هي مرحلة الثورة ما منزلة، يعني ليست دين ولا عقيدة أيا كان، هي مفاهيم أنزلها بشر من هنا وهناك، وكانت مرحلة لابد هنا، والناس ركبوا القطار وهكذا، وكانت الظروف غير مواتية. ما الذي منع أولئك من تفكيك مفخخات مصطلحات مرحلة الثورة؟ وهي والله المفخخات كثيرة جدا جدا لا حصر لها. لماذا لم يقدم الشعب على إطلاق تساؤلات، خاصة بعد أن وصل قطار الثورة إلى محطته المقصودة، المحطة رقم 1991، أو ما دام قاعد نقول رقم نقول 1991 حتى لا يظن الناس ظنا سيئا. 24 مايو 1991 التحرير، تحرير الأرض وليس تحرير الإنسان. دي واحدة منهم الحاجات اللي قاعد نتحدث عنها اليوم. إن التعايش السلمي عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة الذي نشأت على بنيانه القبائل الإريترية في إطار معاملاتها الإنسانية ظل حافزا لديمومية الأمن السياسي فيما بينها، مع الاعتزاز بما تنتمي إليه من ألسن وإثنية، دون المساس بمصالح ومكانة هذه القبيلة على حساب قبيلة أخرى، يستثنى من ذلك بالطبع ما اصطنعته فئة ضالة وطنيا وتموضعاتها الميدانية المتأرجحة في مفهوم حلبة القبيلة المتعارف عليه مجتمعيا وليس قبليا. ما داير أخش في التفاصيل، لكن من قرأ التاريخ يعرف الحتة اللي قاعد نقولها يعني. واستماتت في الترويج عن مفهومها الجديد القومية. تلك الفئة استماتت حتى تبنته فئات أخرى باغية لحاجة في نفسها سياسيا. ليقف الجميع اليوم على حصاد ما سمي بالقومية خلافا لما كانت عليه أوضاع القبيلة، بما في ذلك الفترات التي سبقت وقوع إريتريا تحت الاستعمار الإيطالي، وفترة ما قبل ظهور التسمية الأخيرة القومية لتترسخ أركانها كرها عن كره، وإمعانا في التشتيت الإثني، إمعانا في التشتيت الإثني والاصطفاف غير الوطني، وتمزيقا لخصوصية القبيلة ومميزاتها، بل وإخراجها عن إطارها النقي المتسامح، وتحريفا عن مضامينها في التآخي والتعاون والتعاضد. تم تنظيم حملات سياسية مقصودة ركبها الجميع دون وعي وطني كافي، حصادها أن مفهوم القبيلة ما هو إلا خبل ورجعية محضة تحشر صاحبها في درك العنصرية المقيتة. هكذا تم الترويج لها وبكثافة، حتى استنكف بعضهم من إشهار أنه من قبيلة كذا وكذا، بل أوشك جلهم على تناسي قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. مفهوم القومية عزيزي المشاهد المتابع لهذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، مفهوم القومية الذي سخرت له إمكانيات مادية ضخمة، صاحبه تنظير سياسي مكثف مورست كلها على أرض الواقع لأكثر من نصف قرن، إلى أن أصبح من الصعوبة اليوم بمكان إزالته، بل وحتى التعديل في أفكاره السياسية وانعكاساته غير الوطنية، إذ
تخلقت على أمشاجه على الأقل جيلان كاملان. ومهما يكن فإن إطلاق مثل هكذا تساؤلات، نحن لا نقول إنه مستحيل، ولو كان ذلك ما كنا تحدثنا عنه، لكن نحن ندعو إلى مراجعات في كثير من المفاهيم التي ترسخت في فترة الثورة وعمل بها في فترة الدولة بين قوسين بعد 91، من 91 حتى اليوم، إضافة لما سبق من نشر أفكار أو أوراق أو كتابات نحت هذا المنحى، على الأقل يخلي طرف صاحب المراجعات من الوقوع عن رضا في دائرة الحرام الوطني. أنا بقول هذه حرمات وطنية، يعني أن ساكت ننسرب مع حاجات كثيرة فقط لأنه هكذا خلاص قيل لنا وهكذا نمشي وخلاص. أنا بشوفها كأننا نقع في دائرة الحرام الوطني، رغم أن الحلال غدا بينا عن الحرام، والأمور الوطنية تجاوزتها دوائر المتشابهات، بل سبحت في أتونها وجحيمها لمن ألقى السمع وهو شهيد. الوليد الذي لا يتجاوز عمره نصف قرن غدا قومية بحد ذاته. وما دام الأمر كهذا فإن الاصطفاف السياسي أو الاصطفافات السياسية التي نشاهدها اليوم على مسرح الوطن وليست الوطنية تحمل في أبعادها انعكاسات المصطلح السياسي القومية. يا ترى كم لدينا من قومية بهذا المفهوم؟ يعني هل عندنا 9 ولا قومية واحدة ولا 10 وهكذا، وقد تكون عشرات، لكن لو حصرناها في القبيلة نحن حنكون على الأقل في 9 وقد تكون أقل، بالحفاظ على خصوصية ومميزات تلك القبيلة والخروج من هذا المصطلح السياسي القومية. أقول لحكمة وطنية ظلت تصنيف الإنسان في إريتريا على واحدة من 2 لا ثالث لهما، إما على التصنيف القبلي أو على التصنيف الجغرافي. دي كانت هبة من الله، أنا بقول هكذا، مع مراعاة البعد العقدي الذي لا ينسف الانتماء القبلي. على سبيل المثال في المرتفعات ينسب الناس إلى مناطقهم فقط لا غير، ولكن بعد الفترة التي أعقبت التجاذبات العقدية والسياسية في إريتريا الوافدة من خارج الحدود، هكذا نراها، وتحديدا في فترة هاتس يوهنس وحتى تاريخه، فقد أفرزت تلك الفترة أفكار التعصب إلى البعد الديني بكل ما تعني هذه الكلمة، نتيجة ما أقدم عليه يوهنس من إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين بإيمانه، ومورس ما مورس. واستمات المنظرون التقليديون في تلك المرحلة داخل الحدود وخارجها من زرع مفهوم القومية التي لبست جلبابه الثورة الإريترية دون إجراء بروفات الحياكة وتفصيلها. أنا أزعم فأقول إن الثورة الإريترية لبست جلباب القومية قبل ما تعمل تفصيل والحياكة وتعمل بروفة على كما يعمل البروفة في البدلات وما إلى ذلك، لنرى اليوم مفهوم القومية في مجموعتين 2، مجموعة القومية التجري والتجرينيا، جريا وراء التسمية الجديدة. في التركيبة الإثنية الإريترية تجاوز حدود الدولة المتعارف عليها منذ الفترة الاستعمارية الإيطالية. مفهوم القومية لو أخذناه قومية التجري وقومية التجرينيا تتجاوز الحدود المتعارف عليها. وخلينا نكون صريحين، التجري يمتد إلى السودان والتجرينيا تمتد إلى إثيوبيا. فإذا كانت القومية الثانية التجري الذين يتحدثون التجرايت، إذا كانت هذا المفهوم القومي يبيت في ثبات ونوم عميق نتيجة تصارع الفرقاء بشأن المفهوم القومي والقبلي في شرق السودان امتدادا للقومية وانعدام النزعة التوسعية بالمفهوم القبلي من الجهة الغربية لإريتريا الناطقين بالتجرايت، يعني هذا المفهوم
مفهوم القومية هو في مأمن من التوسع القبلي، التوسع في إطار القومية، لكن نتيجة للظروف التي يعيشها السودان منذ زمن في غربه، في شرقه، وإريتريا في غربها، إلا أن تحرشات وتداعيات مفهوم القومية الأخرى عند التيغرينيا وضع الاعتبار لكل الحروب الفردية والجماعية التي شهدتها مناطق التخوم مع الحدود من الناحية الجنوبية لإريتريا أو من الناحية التي تحاذي ينتمون إلى مفهوم التيغرينيا وقومية التيغرينيا وما إلى ذلك. وترسخ مفهوم القومية الذي أدى بدوره إلى قراءة كتب الأحلام التوسعية منذ الفترة المشار إليها فترة آتسي يوهنس وحتى تاريخه بمفهوم القومية المشتركة بين التيغرينيا في كل من إريتريا وإثيوبيا إقليم تيغراي تحديدا. هكذا تقرأ المسائل في أبعادها الفكرية واللغوية والثقافية اللي جاية في العباءة السياسية، ليس مجرد كتب وفصول في عقول افتراضية تخيلية عزيز المشاهد، بل تكوين دولة على أنقاض دولة معترف بها دوليا. أرى أن منطلقاتها السياسية يتمحور في مفهوم القومية الذي ترسخ عن فعل سياسي مقصود بعينه في الفترة المشار إليها، ثم تبنته رؤية تنظيمية إريترية الجبهة الشعبية، حتى أصبح من المألوف أن يعلن القائد هذا أو التنظيم ذاك من خارج الحدود أن له دما وتضحيات وشهداء تحت مفهوم القومية. وعلى سبيل المثال مشروع تيغراي تيغريني، تيغراي الكبرى وما إلى ذلك. بالتالي فإن إعادة النظر في مفهوم القومية المعمول به في إريتريا كرها وليس طوعا دون إبداء الشعب رأيه فيه كغيره من الأشياء المفروضة على الشعب دون وجه حق، فقط لمفهوم ثوري بحت لا غير، ده بحسن نية يأتي على رأس قائمة القضايا المتعلقة على رقاب هذا الشعب أو المعلقة عفوا في غفلة من الزمان، أي تفكيك مفهوم القومية. إن العودة عزيز المشاهد إلى مفهوم القبيلة في إريتريا والانتماء الجغرافي بالنسبة لإنسان المرتفعات هو الأنجع لإغلاق كل المشاريع والأجندات التي تحاول أن تجعل من إريتريا كأن لم تكن بالأمس، والعودة إلى تلك المفاهيم أي مفاهيم القبيلة والجغرافيا ينبغي أن يتم، حتى لو احتاج إلى اقتلاع واجتثاث أصحاب مفاهيم القومية أيا كانوا من جذورهم، ويصبح بعدئذ مواجهة الحالمين من خارج الحدود واجب وطني ومسؤولية تمليها فروض الوطن المتعارف عليها قبليا ومناطقيا جغرافيا. عندما نقول مناطقيا ليس بالمفهوم المناطق الجهوي، لكن بالمفهوم الشامل الوطني، لكن دون الإحساس بأنك دون أولئك أو هذا أعلى منك، وتسود لغة معينة وفئة معينة تحت مفهوم القومية. غير هذا عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، فإن مفهوم القومية المعمول به يحمل في أحشائه أجندات ومشاريع لا قبل لهذا الشعب أو ذاك الجيل من مواجهتها، هذا إذا كنا نفكر سياسيا ووطنيا. وكانت هذه اللغة التي نتحدث بها، وتعمدنا أن نتحدث في هذا البعد الفكري والسياسي والوطني من زاوية اللغة العربية، كيف كانت ضحية لمفهوم القومية بدلا عن القبيلة. وما ينسحب على اللغة العربية ينسحب على كل اللغات للغات واللهجات للقبائل الإريترية. أنا أتمنى عزيز المشاهد أن نكون قدمنا شيئا ورأيا في إطار المراجعات التي ينبغي أن تكون في برنامج مع اللغة العربية. قد تكون الآراء التي وردت في هذا البرنامج
فيها شيء من الاستفزاز الإيجابي وتساؤلات قد يراها البعض غير منطقية، لكننا نراها هكذا وعلى قناعة بأن كل ما نقوله ينطلق من إيماننا العميق بالمشروع الوطني وبالعدالة اللغوية وبالعدالة القبيلة. وحاولنا نفكك مفخخات مصطلح القومية في إريتريا السائد، ويقول لك كذا قومية، 9 قوميات، وهذه القوميات هي مجرد شعارات مرفوعة، ولكنها ليست على مستوى واحد وليس على عدالة واحدة لغويا وسياسيا وما إلى ذلك. واللبيب بالإشارة يفهم، وأنت تفهم عزيزي المشاهد أكثر مما نتحدث عنه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم على المشاهدة والمتابعة خير الجزاء، ما تبخلوا علينا بالتعليق وحتى النقد أيا كان هذا النقد، بناء غير بناء، لكم أن تقولوا ما تشاءون، ونحن بدورنا نقدم ما نراه مناسب. هذا وبالله التوفيق. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة. تقبلوا تحياتي مقدم البرنامج ومعده أحمد شريف مع فريق العمل الفني في قناة سلام الإعلامية. ألتقيكم في الحلقة القادمة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.